السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله مساءكم بكل خير وشحالكم كل بحاله. لما تشوف الابتسامة شق الحلج اعرف ان منتخبنا فاز، لان المنتخب هو المزاج الرياضي العام. فزنا اليوم على شقائنا البحرينيين والمنامة دائما وجهها خير علينا. انتصار مهم بهدفين مقابل لا شيء. عبد الله رمضان سجل الاول وعلي ببخوت سجل الثاني، ورمضان تسبب بركة الجزاء. اليوم أول هدف في مسيرة عبد الله رمضان مع المنتخب في مباراة الدولية رقم 43، بينما في مباراة الدولية رقم 114 علي مبخوت يصل الهدف رقم 84 ليعادل رقم بوشكش. وسبحان الله أيضا مبخوت مع البحرين، مبخوت سابع هدف في مرمى البحرين. أول مباراة دولية يسجل فيها كانت أمام البحرين، أول سوبر هاتريك أمام البحرين، أسرع هدف في كأس الأمم آسيا أمام البحرين. في المجمل العام كمباراة كان المنتخب البحريني طرف أفضل وكان أحسن يلعب على أرضه وقدم مباراة كبيرة حقيقة. يعني في المجمل العام هو لا يستحق الخسارة، لكن نحن نستاهل الفوز. انتصار، علامة كاملة، 6 نقاط، 6 أهداف، شباك نظيفة، بداية خير كبير إن شاء الله لكرة الإمارات. هارد لك لأشقائنا البحرينيين، نترافق معا إن شاء الله إلى الأدوار القادمة. المنتخب البحرين قادر على أنها تكون له بصمة ويصحح مساره. مبروك لكل أبناء الإمارات. فنيا المباراة سارت باتجاه أفضلية وسيطرة المنتخب البحريني، عدد ضربات ركنية، عدد محاولات أكثر. بصراحة منظومتنا الدفاعية فيها خلل، لكن اليوم خالد عيسى قدم مباراة كبيرة، خليفة الحمادي التوب بصراحة، الضنحاني، خالد الهاشمي تركيز أكثر مطلوب، عبد الله إدريس ممتاز، سالمين، عبد الله رمضان، علي صالح في الإسناد الدفاعي، يعني كنا ننتظر منه من مجهود هجومي أكثر، لكن كان التزام الدفاعي عالي. حارب إلى حد ما يعني مقبول. سلطان عادل ما وصلت كرات. كايو كانيدو من نجوم المباراة. طبعا التبديلات اللي صارت، ادخال ماجد راشد، ادخال يحيى نادر، ادخال علي مبخوت، ادخال يحيى الغساني، وايضا زايد سلطان. هذه التبديلات الخمسه اللي صارت. لما نروح المنتخب البحريني بتشوف ان كوميل الاسود قدم مباراه كبيره، كذلك وليد الحيام، في مجموعه حلوه اليوم. المنتخب البحريني صراحه قدم مستوى طيب. موزس، كذلك الله باسمه مرهون. في مجموعه حلوه المنتخب البحريني. هاردك الأشقاء البحرينيين، مبروك لنا. النجاعة كانت عند الإمارات أكثر، الحظ كان عند الإمارات أكثر، ومطلوب في كرة القدم الحظ. أقوى بداية في تاريخ مدرب لمنتخب الإمارات باولو بينتو، أول 5 مباريات 5 انتصارات. مبروك. شكرا زميلي أسامة، شكرا لضيوفك الكرام أيها الأحبة الكرام، أيها المتابعون في كل مكان. منتخبنا الوطني ليس ضيفا على البحرين بل في داره في البحرين. السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والملكي لمملكة البحرين الشقيقة. وبعدها ندخل في الوصف التفصيلي لأحداث هذا اللقاء. عيشي بلادي. عملا وقولا نفديك بالأرواح يا وطن.
بحريننا بلد الأمان وطن الكرام، وجيناكم من أرض المحبة والتسامح والسلام. هناك المنامة وهنا أبو ظبي، هناك البحرين وهنا الإمارات، هنا القلوب مقسمة ما بين أرض الطيب البحرينية وأرض التسامح الإماراتية. فأهلا وسهلا بكم. هذه هو المواجهات التي جمعتها هذه الكرة. نبغي الحاضر الحاضر الحاضر. الله، الكرة إلى كايو، ولكن القائم يمنع منتخب الإمارات الوطني في اللقطة الماضية. يا هي لقطة، يا هي كرة لكايو كانيدو، المحاولة الأخطر في المباراة إماراتية كانت. يا سلام على كرة، من الذي مرر؟ يا سلام يا كايو على التصرف وعلى التسديد، ولكن القائم وقف وقفة المدافع البحريني عن مرماه في اللقطة الماضية ومنع هدف محقق لمنتخبنا. ويقول إبراهيم لطف حارس المرمى: يا الله الطف، يا الله الطف، وربك لطف. حارب حارب حارب، بيلعبها، يلا يا علي أمام المرمى. يا سلام يا لون السلام، أبيضنا الحبيب دائما على أرض البحرين، دائما نتائجنا مفرحة مبهجة. رمضان يسجل لمنتخب الإمارات الوطني الهدف رقم 199 لمنتخب الإمارات في تصفيات كأس العالم. علي لعبد الله، وعبد الله للإمارات، والمنتخب الأبيض يتقدم الآن. يا أخي ركنها ركنة، حطها حط بهدوء. عبد الله رمضان الصانع الوهمي يصبح مهاجم وهمي، ولكن وضعه مو بوهمي. رمضان موهبة حقيقية إماراتية تعلن عن التقدم بأول أهداف المباراة. طلع على هذه الروح هاشمي إدريس. يا سلام يا عبد الله لرمضان، من أشول إلى أشول، من لعيب إلى لعيب. يلا يا لعيب يا ولد اللعيب. الكرة بتعود مرة ثانية عالية وعرضية. أوه برافو خالد عيسى ينقذ مرمى منتخبنا الوطني في اللقطة الماضية. كادت هذه الكرات اللي قلنا عليها الشاردة والواقع متبقي. موزس بيحاول تغطية من عبد الله رمضان لكنها لا زالت خطرة. الكرة بتتحول تغطية من الهاشمي، تحولت إلى ضربة ركنية لصالح المنتخب البحريني. ضربات ركنية مقابل ولا ضربة ركنية لمنتخبنا، حصيلة غير جيدة، لكن تبقى النتيجة هي الأهم. عالية عرضية داخل منطقة الجزاء، خالد عيسى بقبضة اليد بيخلص. علي صالح، رجعت الكرة مرة ثانية، كوميل الأسود، موزيس، بتعود للمنتخب البحريني. عالية أمامية خطرة أمام المرمى. تفاهموا لكن ابعدها كايو. برافو كايو، برافو ضربة ركنية. منتخب البحرين يضغط الآن على مرمى منتخبنا الوطني. ضربة ركنية عالية وعرضية خطرة أمام المرمى، مرت بسلام. راحت كرة الحشاش. إن شاء الله المباراة شكلها تبغينا إن شاء الله. شوف هذه أيضا محاولة أخرى، وحقيقة المنتخب البحريني يعني ما فيها مجال أن عاطفتنا مع منتخبنا، ونتمنى أن تنتهي المباراة بهذه النتيجة وبفوز منتخبنا، لكن بمنطقية بواقعية على ما يقدم المنتخب البحريني. وتصفيات كأس العالم مبخوت. يا سلام، رقم بوشكاش يتهاوى أمام الأسطورة علي مبخوت، يسجل لمنتخبنا الوطني الهدف الثاني. علي مع البحرين حكاية
حكايات وحكايات. أول هدافه في مرمى البحرين، أول سوبر هاتريك في مرمى البحرين، أسرع هدف في كأس آسيا في مرمى البحرين، ومعادلة رقم بوشكاش على البحرين. وفديتك يا الأبيض وفديت البحرين. الإمارات 2، مبخوت الآن يسجل.